ما هوش الجوع، هو الحياة مع الرب يسوع. وطبعا في بداية أول يوم في الصوم يحق لنا أن نسترجع ذكرياتنا وعلاقتنا في الصوم، ليس لأننا محتاجين حد يفكرنا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أن في كل مناسبة نفكر فيها ونحاسب أنفسنا ونستعد استعدادا حسنا لمرحلة جديدة. نفس التعبير اللي قالته الترنيمة عن الصوم بيقولوه لنا أبائنا القديسين، إن الصوم هو تعبير عن حب الإنسان لله. الله بيحب الإنسان، ودي واضحة وضوح كبير في كل حياة الإنسان، والإنسان بيحاول يعبر عن محبته لله. الصوم أحد هذه العناصر. احنا ما بنعتبرهوش فرض ولا واجب ولا ولاء إلى آخره، لا، بنعتبره حب. اللي عاوز يحب ربنا يعبر له عن هذا الحب. عشان كده يمكن كانوا آبائنا القديسين في تدريباتهم مختلفة عن تدريبات الأيام دي. اللي يغلط ويعمل غلطة يروح لابونا يقول لابونا اديني قانون عشان أنا غلطت وعملت كذا كذا. طيب صوم لك أسبوع، صوم لك أسبوعين، حسب حجم الغلطة اللي غلطها. وده بيدي مفهوم غير مفهوم الصوم، كأن الصوم عقاب. لما أبقى غلطان أصوم. طب ما هو في ناس قديسين هيصوموا ليه بقى؟ أبائنا كانوا يعملوا عكس كده. لما يكون حد غلطان يقولوا أنت ما تستاهلش تصوم، ده القانون اللي يدهول. ليه؟ لأن الصوم ده للناس القديسين اللي بيحبوا ربنا. أنت بخطيتك دي وضحت أنك أنت مش بتحب ربنا، خلاص بلاش من الصوم لغاية لما تفكر أنك غلط وتقدر وعاوز تحب ربنا، يبقى نبتدي نقول لك صوم. فهنا أصبح مفهوم الصوم هو الفكر اللي موجود عند أبائنا الرهبان، الفكر الرهباني القبطي القديم، أنه الصوم هو تعبير حب. فما بين اللي يصوم القديسين اللي عايشين في حياة القداسة اللي يحبوا ربنا. وأيضا الصوم طبعا أحسن واحد يقول لك طبعا الحمد لله هو جت منك بقى، أنا يعني عندي ضعفات كتير يبقى الأولى أن أنا ما أصومش. لا، الصوم أيضا بيساعد على حياة النمو الروحي، يساعد على حياة الفضيلة، يساعد على الحياة مع الله. الصوم يعتبر أول وصية من الله للإنسان، أول وصية لما قال له لا تأكل من هذه الشجرة، إن أكلت موتا تموت. أول وصية وأول عمل بدأ السيد المسيح في خدمته بعد العماد. كلنا عارفين أنه بعد ما اتعمد يقول لنا الكتاب المقدس صام 40 يوما و40 ليلة. وعلم البشرية كلها الصوم.
لأن الكتاب لما بدأ النهار يميل قدم لهم طعاما ليأكلوا. طب ما كان ممكن يقدم لهم في أول النهار في وسط النهار، لكن عشان يعلمهم الصوم. وأول ما فعله آباءنا الرسل في خدمتهم، يقول لنا الكتاب المقدس بينما يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس. أول حاجة عملوها إيه؟ قبل ما يبتدوا يخدموا ابتدوا يصوموا ويصلوا. عشان كده الروح القدس ابتدى يحل في وسطهم ويقول لهم تقدروا تعملوا إيه. أنبياء العهد القديم، كل الأنبياء الكتاب المقدس يوضح لنا قد إيه كان لهم حياة قوية بالصوم. مش هنقدر نذكرهم كلهم ولا نذكر كيف صاموا. كان قديس داود النبي ودانيال ونحمية وأستير ويوئيل حزقيال، كل هؤلاء يوضح لنا الكتاب المقدس انهم كانوا رجال صوم. رجال صوم. ده حتى غير المؤمنين كانت لهم أصوام، وبأصوامهم الله قربهم إليه وقربهم إلى الإيمان الحقيقي. زي كرنيليوس كرجل أممي، لكن كان بيقدم صدقات وأصوام كثيرة، عشان كده ربنا قاده للإيمان. وداريوس الملك وأهل نينوى مع أنهم كانوا بعيدين عن الله، ومجرد ما قدموا صوم الله استجاب لصلواتهم ورفع غضبه عنهم. بحارة السفينة مع أنهم أيضا كانوا أمميين، أول ما اتحطوا في مشكلة يقول لنا الكتاب المقدس صاموا وصلوا، والله استجاب لصلواتهم وأرشدهم مين السبب في المشكلة اللي هم فيها، واتحلت هذه المشكلة لأنهم صاموا وقدموا صوم مقدس لله. احنا عشان نتمتع بالصوم في شوية حاجات بيقولوها لنا الآباء تكون واضحة واحنا بنصوم. أول حاجة نكون فاهمين الصوم كويس، إن هو ما هوش إضعاف للجسد. الجسد ده وزنة وربنا هيحاسبنا عليها. اللي يهمل في صحته ربنا هيحاسبه، لدرجة إنه اللي ينتحر ما بندخلوش الكنيسة ولا نصلي عليه. طب نفكر، طب وده ايه الغلط اللي عمله؟ مش بتقولوا لنا ان في إماتة للجسد وتموتوا الجسد؟ اهو ده يعني نموت الجسد للآخر جاي لغاية انه خلص عليه؟ لا، لانه دي أمانة ووزنة. صحيح انه هو ما عندهوش رجاء، لكن بيعتبر في نظر الكنيسة قاتل. الكنيسة بتقول لنا لا أهمل الجسد ولا خليه يضعف عشان ما يساعدش الروح في أعمالها، ولا أهتم بيه قوي لدرجة أنه ممكن يطغى على الروح، لكن يكون في اعتدال. وأيضا لا أعرضه للخطر. فأصوم إذلال بمعنى أنه أخليه ما يطلبش أكتر من احتياجاته. بلاش كلمة إذلال، لكن تعقل للجسد. تعقل أنه ما يطلبش أكتر من احتياجاته، ما يطلبش الحاجة الغلط. وإذا طلب احتياجاته خلاص ياخد ويقول له احتياجاتك الضرورية أنا مش هأخرها وأهتم بيك لأنك أمانة ووزنة ربنا مديها لي وهيحاسبنا عليها. وفي نفس الوقت
ما سيبلكش كده يعني الحبل سايب تجري زي ما انت عاوز. مفهوم الصوم ليس تكفيرا عن خطأ. الخطأ مش ممكن يتغفر إلا دم المسيح. مهما صمت مش هو اللي هيغفر لي، مش هو اللي هيغفر لي. ممكن هيساعدني على تقديم توبة وعلى اني استحق غفرانات المسيح في دمه المسفوك من اجلي، لكن مش هو اللي هيغفر لي. ونفس التدريب اللي كانوا يدوه ابائنا للانسان اللي غلطان ويروح يقول له انا عاوز قانون، لو قالوا له صوم اسبوعين يبقى الحمد لله اتحلت وضميره يرتاح وابقى فرحان. اي انا اصوم اسبوعين واعمل اللي انا عاوزه والغلطه هتتكرر مره تاني بسيطه ما انا هدفع ثمنها. صوم اسبوعين اقدر اصومهم وما هيمشي نفسي من الخطيه اللي انا عاوزها. كانه الصوم ده اصبح ثمن لخطيته. لا، ده لو الواحد يعني عاش طيله حياته كلها صايم مش هيكفر عن اصغر خطيه في حياته. غفران خطايانا بدم المسيح، واستحقاقاته بناخدها في الأسرار. كل أسرار ناخدها بناء على توبة حقيقية واحتياج كامل لله وندم على ضعفاتنا. لكن أصوم وهو ده الثمن؟ لا، مش هو ده الثمن، مش هو ده الثمن. احيانا الناس يفرحوا بالصوم يقول لك الحمد لله انا الرجيم بيبوظ مني ومش قادر اعمله، يمكن الصوم هيساعدني. اصل انا مطلوب مني 5-6 كيلو انزلهم في فرصه وهحاول وهعمل حسابي ان الصوم ده ما صامش. لا، ما صامش. غير مفهوم الصوم في حاجة تانية. واللي بيعمل كده يجي آخر الصوم يلاقي نفسه زاد 2-3 كيلو. اللهم ده الصوم ده أنا كنت عامل حسابي إنك أنت دخلت الصوم غلط. كنت دخلت الصوم غلط. وإحنا بنصوم نخلي بالنا من ال3 دول. الصوم ما هوش إذلال لجسدي ولا ضعف علشان أموته، لا، أنا عشان أقومه ويقدر يساعد الروح. ما هوش تكفير عن خطاياي ولا وسيلة طبية هتساعدني في غرض بعيد عن التوبة. الكنيسة بتقول لنا في أنواع كتيرة من الصوم كلنا عارفينها. في صوم فردي، في صوم عائلي، في صوم كنسي. وزي ما قال لنا السيد المسيح متى صمت ادخل، أو متى صمت ادهن رأسك، عشان ما حدش يعرف انك انت صايم وتعبان وهزلان وانا مش مستعد للكلام ومش فاضي، ده الواحد صايم. ده كله ما عندناش. والصوم الفردي ما حدش يعرفه حتى اقرب الناس ليك، بس مع اب اعترافك، مع اب اعترافك. وبتقول لنا الكنيسه من اجل صومك الفردي وتاخد بركته لو اضطريت انك تكسره لمدة نص ساعة او دقيقة او اي حاجة، الكنيسة بتقول لك زي بعض بس باتفاق مع اب اعترافك. ازاي مثلا؟ يعني سيدنا ممكن يكون صايم انقطاعي وعنده مقابلة مع حد مسؤول، محافظ، مدير الامن، رئيس مجلس المدينة، اي حد، او حد جاله ضيف هيقدم له حاجة مش من اللائق
إلا إذا كان في قداس هقول أنا بعتذر يا جماعة لأنه عندي قداس وصلاة وهروح أصلي، إنه ده دخل في الصوم الكنسي مش في الصوم الانفرادي. لكن في الصوم الانفرادي ممكن أشرب أي حاجة معاهم، بس ما يبقاش طبعا في صوم الميلاد واكل فرخة معاهم واقول ده ما كلها 5 دقايق وخلاص انا هكسر الصوم. لا، دي ملهاش، لان الصوم ده داخل في الصوم الكنسي. لكن الصوم الانفرادي الانقطاعي اللي بينك وبين قضاء اعترافك هو ده اللي ممكن من اجل ما حدش يعرفه تقدر تجامل ضيفك، تشرب حاجة خفيفة معاه. لو احنا زي ما قلت لكم اتزنقنا في أي مشوار رايحينه ونضطر نشرب ما فيش شروب، أشرب نص الكوباية ربع الكوباية وخلاص وأكمل صوم الانفرادي. فلازم يكون ليك صوم انفرادي بجانب الصوم العائلي. ما فيش عيلة تخلو من مشكلة، موضوع عايزين ناخد رأي ربنا فيه، داخلين على مشروع جديد، مرميش الحمل كله على ابونا، صلي لنا يا ابونا، صلي لنا يا سيدنا وخلاص على كده، وصوم لنا يا سيدنا، الموضوع ده من ربنا ولا لا؟ طب ما انت صوم انت كمان، العيله كلها تصوم. جاي عريس متقدم للبنت، بدل ما نفضل نسال ده ونسال ده ونصوم اسبوع وناخد راي ربنا، وضح لنا يا رب الشخص ده مناسب لينا ولا لا. برضو ابننا هيتجوز وهيتقدم لحد، نقدم صوم لربنا وصلاة، ارشدنا. الأب داخل في مشروع، المشكلة انه لما يكون في صوم عائلي وصلاة والكل يصوم ويصلي ويقول لربنا رب ارشدنا إذا كان المشروع ده للخير ولا أي موضوع، أي حاجة بنبقى محتاجين رأي ربنا فيها. لازم يكون فيه صوم عائلي الكنيسة بتعلمه لنا في نطاق الأسرة، محدش يعرفه. يبقى الفردي محدش يعرفه نهائي غير أب اعترافي. الصوم العائلي أفراد الأسرة يبقوا عارفين أن اليوم ده اليومين الأسبوع أكتر أقل أنه موجود من أجل موضوع معين. أما الصوم الكنسي ده معلن زي النهاردة للكل، بنعلن ان في صوم. الصوم الانفرادي ممكن اكثره ما يبقاش غلط، لكن الصوم الكنسي لا يجوز ان انا اكثره، لا يجوز. يعني رحت عند المحافظ عند اي حد اداني شوكولاته هقول له انا اسف صايم، والا يبقى انا خفت اعلن ايماني. في الصوم الانفرادي اوكي، طالما حاجه مسموح بيها ما فيش مشاكل اكثر الصوم الانفرادي، لكن الصوم الجماعي الكنسي ما يجوزش. واحيانا احنا نلخبط بين الاثنين، اصل الزنا الناس تقول يوم جمعه دول ما بيجوناش الا كل 2-3 مره، هاكلهم فول وطعميه وبطاطس. طب ما هم بياكلوا في بيتهم فول وطعميه وبطاطس، ايه المشكله؟ وهم جم يوم الجمعه وهم جم في الصوم، ده انت تساعدهم على ابديتهم. وما تبقاش صوره وحشه انك انت بتكسر وصايا ربنا، انت تدي صوره عن نفسك وحشه ليه؟ يبقى لازم اكون حريص في تنفيذ نظامي في الصوم، لا اكثره اطلاقا لاي حد. ومش معناها انه انا اعلنت صومي كانه ضاعت مني هذه البركه، لا. زي الصلاه الانفرادي بتصلي لوحدك ومحدش يعرف. الصلاه العائلي كل العيله موجوده وكل واحد بيصلي مزمور. والصلاه الكنسي
انت واقف في الكنيسة وبتصلي، طب وانت جاي الكنيسة عشان ايه؟ في القداس ما بتصلي وكل الناس شايفاك، هتقول عشان الناس شافتني يبقى خلاص بركة الصلاة دي ضاعت؟ لا. فدول 3 أنواع من الصوم: فردي، عائلي، كنسي. أكون حريص وأنا بصوم أحيا ال3. من ناحية كلنا الصوم الكنسي، الصوم العام كله، واخد بركة الصوم العائلي، واخد بركة ايضا الصوم الانفرادي. ابائنا بيقول لنا في طرق كتيرة للصوم، طبعا ما حدش يجرب الا باتفاق مع اب اطراف، لكن نقول مع بعض علشان برضو اللي ما عندهوش فكرة عن طريقة الصوم يبقى عارف ويقدر يتفق مع اب اطرافه في النوع وكيفية الصوم بالطريقة اللي تناسبه. بيعلمونا ابائنا في حاجة اسمها صوم النوع، وصوم الكمية، وصوم الوقت. صوم الوقت اللي هو الانقطاعي، ده كلنا احنا بنطلبه وعارفينه. صوم النوع يعني وانت صايم، مش معناها كل يوم نشوف أكلة جديدة والأم بقى كل يوم عشان أشجع الولاد يصوموا وأشجعهم يصوموا كل يوم أخترع لهم حكاية جديدة وأكل جديد وفاكهة جديد. مش ناقص إلا اللحمة اللي يعملوها صيام، كل حاجة بتتعمل دلوقتي. كل الحلويات بتبقى يعني بيقولوا لنا الصيامي أحلى من الفطار. لغاية دلوقتي إنه في محلات كبيرة في القاهرة تعمل كل الشوكولاتات بتاعتها بالزيت أو صيام، والحلويات يقول لك دي هي المطلوبة أكتر. طب يبقى إيه الصوم اللي أنا صمته؟ إيه الصوم بقى اللي أنا صمته؟ والناس تقولها كده علني، احنا بنفرح بالصوم ده، الصوم بيأكل كتير قوي والمخللات والحاجات دي بتفتح النفس. يا سلام، وانت هتصوم عشان نفسك تتفتح وتفضل تاكل أدرب نفسي إن وأنا صايم نوع أو نوعين من الأكل ما يجيش ناحيته أيا كان، حتى لو كان حاجة يعني بحب العدس قوي، خلاص صوم الميلاد ده أنا مش هاكل فيه عدس. أمال هناكل أنت كمان أزنقها على العدس. بحب الفول، مش هاجي ولا أقرب ناحية الفول. ده اسمه صوم النوع. أو واحد يجرب نفسه إنه السفرة قدامه فيها 5-6 أنواع، أنا مش هاكل إلا النوع اللي يجي قدامي، خلاص. أنا بطاطس وهنا محشي وهنا مش عارف إيه وهنا إيه وهنا، الطبق اللي هيجي قدامي هاكل منه لغاية لما أشبع ومش هبص للباقي. ده يديك سمو ويديك أنت نميت في الصوم أكتر. ياريت نجرب هذا الصوم، وزي ما أنا قلت في الأول ما تبدأش من نفسك، لازم يكون بموافقة أب اعتراف. في صوم تاني طبعا يمكن مش محبذ، إنه اللي بيشتغل والأم اللي بتبذل مجهود واللي بيذاكر يجربه، لكن مطلوب للرهبان واللي يحب يجربه كده يعني 2-3 في الصوم ممكن. إيه هو؟ صوم الكمية. صوم الكمية يعني اللي هياكل الطبق اللي قدامه ما يخلصش بقى على كل اللي قدامه، يقول لك ما انت قلت وحلة فول قدامه هيخلصها. لا،
كمية ما تزيدش عنها. أحيانا الآباء كانوا يعدوا حبات الفول، أنا كل 10 فولات ما زودش عنه. كوباية عدس مش أملى حلة كده واشربها، هي كوباية كده، أحطها في حلة، أحطها في طبق، هي كوباية ما تزيدش. اسمه صوم الكمية، صوم الكمية. آخر الصوم مثلا في الأسبوع الأخير في 3-4 أيام الأخر مع أب اعترافي وأجرب هذا النوع. يبقى عندنا صوم النوع، صوم الكمية، صوم الوقت. احنا بنجرب صوم الوقت، الصوم الانقطاعي، نحاول نجرب حاجة تاني معها. في شروط أبائنا بيحطها لنا من أجل الصوم عشان يبقى الصوم صوم مقدس ومقبول. أول حاجة من أجل الله، يقول لنا متى صمتم فلا تكونوا كالمرائين الذين يعبسون وجوههم ليظهروا للناس انهم صائمين. في ناس بتصوم خوفا من اب اعترافها وخوفا من احراج اتزنق في وقته ويقولوا ده مش صايم. ولا احيانا الاب ممكن ما يكونش عاوز يصوم ويلاقي الام صامت والاولاد صاموا وهو اللي ماسك في فرخة ملك ياكل فيها والأولاد بياكلوا عدس، حاجة تكسف. أنا هصوم بقى وأمر لله، يبقى صايم عشان الأولاد ما يقولوش إنه بابا فاطر. هو طبعا هياخد بركة الصوم، لكن مش كل بركات الصوم هيتحصل عليها. هو صايم علشان حبه في الصوم، لأن هو التعبير اللي بيعبر بيه عن حبه لله. لكن صام مجاملة لأب اعترافه عشان أبونا مش هيناوله، مجاملة للزوجة، الزوجة صامت مجاملة للزوج، الأولاد صاموا عشان ماما صامت ومش هنسيبها تاكل لوحدها، احنا كمان نشجعها وناكل معاها. كل ده حلو بس مفهوش تعبير عن حبك لله، يبقى زي قلته. الحاجة اللي بتتعمل وما فيهاش تعبير حب لأي حد زي قلتها، فكم وكم لما يكون هو ده التعبير الحب لله. لما واحد يقدم هدية لواحد مش لأنه عاوز يقدم له أهو يعني، ولا زوج يجيب هدية كده للمدام في عيد ميلاد عشان ما تقوليش بس نسيت عيد ميلاد، هديتك معاك، تفتكر دي يعني مقبولة؟ ما فيهاش حب. لكن حتى لو ما قدرش يجيب وانت عارفه وما قدرتش عارفه، لكن انا عارف طبعا عيد ميلادك وكل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لينا مش عارف ايه، اكتر من انه جاب لها هديه، انه عبر عن حب. فاذا في صومنا يكون من اجل الله علشان يبقى واضح قدام ربنا اني بحبه. الصوم مقرون بالتوبة. صوم بدون توبة ما فيهوش تعبير الحب، لأنه تعبير الحب لله إن الحاجات الغلط اللي بعملها مش عايز أزعلك بيها، مش عايز أزعلك يا رب، عشان كده عاوز أبطلها. لما ابن بيعمل غلطة وباباه بيبقى زعلان منه، يبقى عاوز الابن يعبر عن حب لباباه ازاي؟ اللي انت زعلان منه يا بابا انا مش هعمله. هو ده تعبير الحب، هو ده تعبير الحب. فالصوم لازم يكون مقرون بالتوبة. اهل نينوى لما صاموا مع التوبة قبلت.
يقول لنا كده توبوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. والقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول صوم فمك عن الأحاديث الشريرة والتعنيف، لأنه ماذا ينفع إن صمت عن الطيور والأسماك وتأكل جسد إخوتك. زي ما بتعلمنا الكنيسة الصوم من غير صلاة يعني يبقى ناقصين كتير، ناقص كتير. الصوم والصلاة هم دول الجناحين اللي بيرفعوا كل طلبة وكل توبة وكل حياة روحية وكل عمل يقدم من أجل الله، زي الطلبة بتاعت الصوم الكبير، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. كل حاجة لوحدها ما تنفعش. صلاة من غير صوم لوحده ما ينفعش، صوم من غير صلاة مش ممكن. واحد يقول إن أنا صايم الصوم كله من أوله وما جربش صلاة لا انفرادية ولا عائلية ولا كنسية، يبقى خسر كتير. يقول لنا سيد المسيح هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. طوبيا الملاك بيقول له صالحة الصلاة مع الصوم. عشان كده فأصومنا يبقى تكون من أجل الله، يكون فيها توبة، يكون فيها صلاة، يكون فيها أيضا عطاء صدقة، لأنه الصوم تعبير حب لله يبان ويترجم في حبك للآخرين لأبناء الله. يبقى ربنا يقول لك أنا فعلا شايف حبك ليا لأنك بتحب ولادي. علشان أخرج بفائدة كبيرة من الصوم يكون في تدريب روحية. أتفق مع أب اعترافي، إيه الفضيلة اللي هحطها من أول الصوم قدامي واتدرب عليها عشان آخر الصوم أشوف أنا خرجت بإيه، اتدربت على إيه. بتحلف كتير تتدرب على إنه لسانك يبقى مقدس. ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. عندك ضعف معين اطلع من الصوم بانك اتقويت عليه وحطه تدريب في حياتك. لكن داخل الصوم كده ومن غير هدف ومش عارف هتعمل ايه في الصوم، ده زي اللي بيذاكر وهو مش عارف هيذاكر اي موضوع. اهو فتح الكتاب يقرا له صفحتين عشان بابا وماما يشوفوه بيذاكر، وقعد الكتاب مفتوح قدامه، قعد لمدة ساعة وقفل وهو مش فاكر قرا موضوع ايه. لكن قرا وفضل يقرا في الكتاب لمدة ساعتين. انت دخلت الصوم ومش عارف هتطلع بايه وايه التدريب اللي ماشي بيه، تيجي في الاخر ايه اللي اتحصلت عليه؟ الضعفات هي ومفيش فضائل، وهو الصوم زي ما دخلت زي ما خرجت. لكن لازم يكون ليك تدريب، لازم يكون ليك تدريب. التدريب هدفه الأساسي قوة الإرادة. هدفه الأساسي قوة الإرادة، يعني أتملك على إرادتي وابقى أنا اللي مسيطر عليها، ما تكونش في أي قوة أخرى تسيطر عليا. لازم أطلع بكده إن أنا اللي أقول وأنا اللي أتحكم في نفسي. مفيش حاجة تتحكم فيا، حتى شهواتي ما تتحكمش فيا.
أي غريزة عند الإنسان ممكن يعيش من غيرها. حب الملكية، الناس اللي بتدعب وتبقى بتصرخ عاوزة وعاوزة وعاوزة، في ناس كتير عايشين من غير ما يمتلكوا. حب الكرامة، في ناس كتير عايشين من غيرها، محدش هيموت لو ما كرمهوش. الغريزة الجنسية، ناس كتير عايشين من غيرها ما ماتوش. الأولاد، ناس كتير عايشين من غيرهم ما ماتوش. لكن مين يقدر يعيش من غير أكل؟ ما يقدرش. إذن أقوى غريزة في الإنسان هي غريزة الأكل. لما بصوم أسيطر عليها وأقدر أضبطها كويس وأتحكم أنا فيها، يبقى اتحكمت على كل الغرائز اللي عندي. إذا كان لو استغنيت عنها أموت، قدرت أستغنى عنها هتضعفني خطية جنسية، ولا يضعفني فكر كبرياء، ولا يضعفني فكر امتلاك، ولا إلى آخره. إذا ده ملهوش سلطان على الواحد ولا يقدر يموتني الحاجات دي. اللي تقدر تموتني أنا موتها وسيطرت عليها، تبقى بقية الحاجات أصبحت سهلة بالنسبة لك. اللي بيقدر يتحكم في الصوم يبقى وصل لقوة الإرادة، تبقى إرادته ملكه. مفيش حد يقدر يفكر معاه ويفرض عليه، في الشهوة تقدر تغلبه. إذا أنا دخلت الصوم وخرجت منه وإرادتي ضعيفة، أي فكرة تقدر تسيطر عليها يبقى ما خدتش بركة الصوم. قدرت تسيطر على إرادتك، ما كلش الأكل ده، ما كلش الأكل ده، ووقف الأكل زي ما أنا عاوز، يبقى بقيت الغرائز كلها تبقى سهلة بالنسبة لك. زي ما قلنا إنه أي حاجة تعملها لازم بموافقة أب أطرافك. ليه؟ هو يفضل يتسلط عليا كمان حتى في دي؟ طب ما أنا ديني عرفت إنه ده مفيد لي وده بيقولوا لنا آبائنا لو أنت عملت حاجة من نفسك، الشيطان هيصحى لك ويقول لك يا ده أنت يعني أحسن من أب أطرافك، وأحسن من فلان وأحسن من فلان. لكن زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس، مهما فعلتم فقولوا إننا عبيد بطالين. يجي فكر الشيطان ويجي لك بالكبرياء، الحمد لله ده انت الصوم السنة دي يعني تتحسد عليه، صمت وعملت، انا ما عملتش حاجة، ده اب اطرافي قال لي اكتر من كده وانا ما عرفتش اعمل حاجة. انا تلميذ خيبان ما قمتش بالواجب المطلوب مني، فمش ممكن هيجي له فكر كبرياء، مش ممكن هيجي له فكر كبرياء ولا فكر حروب. وأيضا لما الإنسان يكون بيوضح كل ظروفه لأب أطرافه، يقدر يقول له ده أيوة ده لأ، من أجل صحته، من أجل صحته. عشان كده القديس ماري إسحاق بيقول لنا احذر لئلا تضعف جسدك بالتمادي بالصوم فيقوى عليك التراخي وتبرد نفسك. زن صيامك يعني اوزنه في كفة ميزان المعرفة. في ناس ممكن يدخلوا في الصوم بعنف 2 3 يطلع بمرض ما يعرفش يصوم طول عمره ويشرب لبن في الصوم الكبير. بنشوف رهبان زي كده كتير وما يسمعش الكلام، وأب أطرافه يقول له خليك بحكم، بلاش دي وبلاش دي. لا، الصوم حد يقول لي بلاش منه؟ أنا عمري ما شفت حد يقول في
بلاش الصوم ويبتدي يقاوم ويصوم بعدم حكمة وما ينفذش كلام الآباء ويضعف جسده ويجيله أمراض وعلل كتيرة، وفي عز الصوم يبقى هو الوحيد اللي فاطر. لكن بإرشاد مع أب الأطراف عدو الخير مش هيقدر يحاربك، مش هيجيلك فكر الكبرياء، هيمشي معاك بتدريب واحدة واحدة لغاية لما توصل إلى الكمال. برضو يبقى الطفل نفسه يتشبه بباباه وماماه ومامته وعاوز يصوم، لكن لما أب اعترف يقول له لا، الشوكولاتة دي مش هتبقى فطاري بالنسبة لك، الفرخة دي كلها، البيضة دي مش عارف ايه، وقبل الصوم قبل العيد بأسبوع بلاش تاكل شوكولاتة بلاش تاكل. يبقى هو حاسس انه وهو بياكل اللحمة صايم، ما هو ابونا اتفق معاه على كده. وممكن الكبار في السن، الام اللي بترضع او الحامل، كل ده الكنيسة بتقول اتفق مع اب اطرافك عشان ما تبقاش غلطان ومقصر في الصوم، وعلشان ايضا لا تقسو على نفسك. الصوم ليه بركات كتيرة، انا مش هطول عليكم علشان انا اخرت. اول حاجة انه بناخد بركة تنفيذ وصية ربنا. شو اللي امرنا بالصوم؟ بناخد بركة تنفيذ ربنا. مين يطول انه ينفذ وصية ربنا؟ استجابة لصلواتنا. إذا صلواتك عاوزها تستجاب يبقى تكون مقرونة بالصلاة بالصوم، تكون مقرونة بالصوم. الصوم بيوصل الإنسان لأن الروح القدس يقود حياته. أشعياء 58 يقودك الرب على الدوام إذا كنت إنسان تعرف حياة الصوم. الغلب على الشيطان. الشيطان بيعرقل نجاح كل واحد، حتى النجاح المادي بيحاول يعرقله، مش بس النجاح الروحي. وانت محتاج لقوة، محتاج لقوة. هذه القوة تستطيع أن تأخذها بالصلاة والصوم. إذن الصوم عنصر رئيسي في مقاومة أعمال الشيطان. مين فينا يقول إن أنا مش محتاج أن عدو الخير يبعد عني؟ عاوز عدو الخير يبعد عنك؟ الطريق معروف أهو، سهل سهل. في عناصر كتير لكن أهمها الصوم والصلاة. بيقول لنا كده أحد الآباء إن الشيطان لا يأكل. الشيطان بيأكل؟ ما بيأكلش، لكنه لا يصوم. هو مش بيأكل لكنه مش بيصوم، ويخاف ويرتعد من الصوم لأنه هو بيغلبه، لأنه هو بيغلبه. فإذا كان الشيطان وهو ما بيأكلش لكن لأنه لا يعرف الصوم حب لله، فهو ما يعرفش حب الله، لكن بيخاف من الصوم، لأن الشخص اللي بيصوم بيقول له أنا بحب ربنا، فبيخاف منه وبيرتعب من الصوم. أهم بركة قبول الله للإنسان الصائم. يونان النبي قدم توبة وبصوم قبلت غلطته، اتغفرت له. وكل اللي في الكتاب المقدس
اللي نجد أنه كانت عندهم مشكلة وكان عندهم مواقف، لكن بالصوم الله غير موقفهم. أهل نينوى خلاص ربنا أعلن لهم، قال لهم يعني الشر بتاعكم صعد إلي، طب نعمل إيه؟ نندم ونصوم. ده صوموا الأطفال، حتى الحيوانات صوموها أيضا. نتذلل أمام الله. أمام هذا التذلل ربنا ما قدرش إنه ما يسامحهمش. من فينا يقول إن أنا مش محتاج للتوبة، مش محتاج إن ربنا يقبلني؟ كلنا محتاجين الله يعطينا أن نعبر عن حبنا ليه، أن نسلك في توبة حقيقية بكل عناصرها، نحيا في الصوم ونخرج من الصوم وإحنا فرحانين ببركاته الكتيرة، واستطعنا أن نصوم صوما مقدسا نقيا مقبولا أمام الله، يعطينا دفعة في حياتنا الأبدية. الله يعطينا ببركة وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا أنبا شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.